السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكِ معايا في قناة مَر العرايس. الفيديو ده إن شاء الله هنعمل الحاجات اللي مع عم دهب، هنعمل الإكسسوارات أو الحاجات اللي إحنا هنعملهم مع عم دهب، الشعر، العيون، الحواجب، الكولا أو الياقة، الديل، ممكن نعمل كمان بقية الجاكيت والحزام والزراير لسه حسب طول الفيديو. هنبدأ الأول بسم الله نعمل الأول الياقة، إحنا ما لكيش دعوة بالراس أكنها دي الراس دي مش موجودة، أنا بس كنت باجرّب المقاس. إحنا واقفين عند الرقبة تمام، لو تفتكروا إحنا كنا سايبين اللوب الأمامي هنا باللون الأحمر علشان نعمل الكولا أو الياقة. في الصور الياقة معمولة باللون الأسود تمام، لو تفتكروا إن هُم كانوا 7 غُرز، فإحنا هنعمل إيه، الغرزة اللي في الأمام دي خلّيها فاضية تمام، فإحنا هنعمل في 6 غرز، أول غرزة أهو شايفين اتجاه عم دهب إزاي؟ أنا اتجاهي الرقبة، طبعًا الراس مش موجودة لسه عندِك. هنعمل إيه؟ هندخل هنسيب الغرزة اللي في المنتصف الأمام، هندخل في اللي بعدها، هنجيب اللون الأسود هنتنيه كده، هنسحبه، هاعمل 3 سلاسل في نفس الغرزة أو اللوب اللي أنا داخلة فيه، هاعمل كمان 2 عمود، أنا عملت 3 سلاسل هاعمل 2 عمود. لفيت الخيط على الإبرة ودخلت وسحبت، آدي عمود في نفس الغرزة، آدي العمود التاني. بعدين هنشتغل هُم 7 غرز، غرزة هنسيبها يبقى فاضل لنا 6، اشتغلنا في واحدة، فاضل لنا 5، آخر واحدة هتكون زي ال6 يبقى إحنا هنشتغل في 4 تمام، هنشتغل 4 نُص عمود، بالِف الخيط على الإبرة وأدخل في اللوب اللي هيقابلني، هاسحب الخيط، هيكون معايا 3 حلقات أسحبهم مرة واحدة. أدي 1 هادخل وأسحب الخيط، آدي 2 اللوب اللي أنا هاشتغل فيه الأخير هاشتغل فيه 2 عمود 3 سلاسل، آدي عمود، عمود التاني، 3 سلاسل، 3 سلاسل في نفس الغرزة اللي أنا داخلة فيها ال2 عمود هاعمل فيها منزلقة، هاعمل سلسلة تثبيت، هاقص الخيط الزيادة. هادخّل الإبرة، طبعًا أنتِ هتكوني عندِك المجال أوسع شوية على إن الراس لسه ما كملتش عندِك. ال طرف الخيط التاني أهو، آدي الكولا أهي أو الياقة أهي شكلها ظريف، حلو أوي. طيب إحنا بعد كده هنعمل إيه، هنعمل بقى الحاجات التانية الإكسسوارات دي. العيون 2 متطابقين، أنا عملت واحدة وهاعمل التانية معاكم. شكلها بيضاوي إزاي، هتكون راكبة كده، هي طبعًا ضخمة شوية، عادي خالص زي الرسومات ما تخافيش. هنعمل الأول 8 سلاسل،
1 2 3 4 5 6 7 8. أول غرزة هتقابلني هاعمل فيها تزايد، يعني غرزتين حشو في نفس الغرزة. بعدين 5 حشو. آخر غرزة هنا هاعمل فيها 4 حشو في نفس الغرزة. نفس الغرزة أدي 2 3 4. الطرف التاني أهو هنعمل فيها 5 حشو. آخر غرزة هاعمل فيها تزايد. هاعمل في السلسلة اللي إحنا كنا سايبينها منزلقة. تمام كده. السطر اللي بعده هاطلع بسلسلة ارتفاع، هاشتغل بقى نُص عمود، هاعمل 2 تزايد نُص عمود، هالِف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس المكان اللي أنا طالعة منه سلسلة، هاسحب ال3 حلقات مع بعض، أدي 1 في نفس المكان هالِف الخيط على الإبرة، آدي أول تزايد. الغرزة اللي بعدها هاعمل التزايد التاني، يبقى 2 تزايد، بعدين 5 نُص عمود، أدي 1 2 3 4 5. بعدين 4 تزايدات نُص عمود، 4 تزايدات نُص عمود، هالِف الخيط على الإبرة وأدخل، آدي هالِف الخيط على الإبرة وأدخل في نفس المكان أول تزايد. التزايد التاني، التزايد التالت، التزايد الرابع، وبعدين 5 نُص عمود. بعدين 2 تزايد نُص عمود، أول تزايد، أول تزايد، التزايد التاني، هاعمل الغرزة أو السلسلة اللي فيها في الأول هاعمل فيها منزلقة، تمام، هاعمل سلسلة تثبيت هاسيب في حدود 20 سنتي، لإن دي اللي هاركب العين في الراس. الطرف ده هنقصه علشان ما يزعجناش وإحنا بنركب العيون. تمام كده. الاتنين أهم متطابقين. طبعًا العيون أهي، إحنا هنركب العيون كده في الطرف الجنبي كده علشان بيكون الاتنين باصين كده ناحية أو الاتنين باصين لبعض، هنعملها وإحنا بنعملها إن شاء الله. هننفذها وإحنا بنركب، أو هنركبها وإحنا بننفذ. طيب. بالنسبة النضارات هيكونوا 2 شبه بعض، والزرار كمان شبههم، نفس الخطوات. هنعمل إيه؟ هنعمل 5 حشو في دايرة سحرية ونقفل بمنزلقة. 5 حشو في دايرة سحرية. لو عاوزة تعملي نضارات بالسلك أنا هاوريكِ إن شاء الله في الجزء الجاي. علشان نعمل النضارة أهي، آدي الدايرة السحرية، هنعمل 5 حشو في دايرة سحرية.
هنسحب الطرف القصير، نقفلها كويس جدا، وهنعمل في أول سلسلة ارتفاع هنعمل فيها منزلقة. هنعمل سلسلة تثبيت، هنشد الخيط بعد سنتي كده هنقص، لأن الزيادة احنا النضارات هنلزقها باللاصق. ادي النضارات 2 متطابقين اهم، وبنفس الخطوات لكن باللون الاسود هنعمل زرار واحد بس، يا اما بالاسود يا اما بالذهبي، بيكون كده زرار كده هنا 5 حشو دايرة سحرية. هنقص طبعا الزيادة، هيكون هنا زرار واحد يا اما ذهبي يا اما اسود، في بعض الصور ذهبي وبعض الصور اسود، فاللي انت حباه. طيب بعد كده هنعمل ايه؟ الديل او الشعر بتاعه. هنعمل الديل هنا، ده بيساوي الشعر اللي هنا بيساوي الشعر اللي هنا، تمام؟ 3 متطابقين، وفي شعرتين، في شعر كده في الامام ده هنعمله. هقولك بس الطريقة دي، وهي نفس الطريقة دي انا هقولك ازاي. هنعمل من ده الشكل اللي انا هعمله دلوقتي 3، 2 للشعر الناحية دي والناحية دي، واحدة للديل. هنعمل في دايرة سحرية هنعمل ايه؟ 4 سلاسل، 6 7، وبعدين 6 4، تاني السبعة دي اللي في المنتصف، 4 6 7 6 4، تاني 4 و4 و6 و6 و7. هنعملهم ازاي؟ في الدايرة السحرية. ادي الدايرة السحرية اهي، تمام؟ هنعمل 4، شايفين 4 سلاسل، 1 2 3 4 في الدايرة السحرية. هنسيب أول سلسلة جنب الإبرة، فضل لنا 3، أول واحدة هنعمل فيها منزلقة من ال3. ادي هندخل ونسحب الخيط، الخيط سحبناه نسحبه من الحلقة اللي على الإبرة، وبعدين فاضل لنا 2 هنعمل عليهم 2 حشو. ادي 1 1 2، دي 4. هنعمل في الدايرة المنزلقة هنعمل في الدايرة السحرية منزلقة. أنا قلت 4 6، عملت 4 هعمل 6، 1 2 3 4 5 6. هسيب أول واحدة وهشتغل في التانية منزلقة. هسيب أول واحدة يبقى كده فاضل لي 5، هشتغل في التانية منزلقة يبقى كده فاضل لي 4. دخلت سحبت الخيط أسحبه من على الإبرة، أدي المنزلقة، فاضل لي 4، هشتغل عليهم 4 حشو. 1 2 3 4، تمام؟ هعمل في الدايرة السحرية منزلقة عادي، ثبت بمنزلقة. احنا قلنا 4 6 وبعدين 7، 1 2 3 4 5 6 7. أول واحدة هنسيبها ونشتغل في التانية، يبقى فاضل لنا 7 ناقص 2 5. ادي 1 بعد ما اشتغلنا في التانية منزلقة، ادي 1 2 3 4 5. بعدين في الدايرة السحرية منزلقة، 4 6 7، بعدين 6، 1 2 3 4 5 6. أول غرزة هنسيبها التانية منزلقة، دول 6 شلنا منهم 2 فضل لنا 4، 1 2 3 4، بعدين منزلقة، 4 6 7 6 4، 1 2 3 4. الأولى هنسيبها التانية منزلقة، 4 ناقص 2 فاضل 2 حشو. 1
اتنين، بعدين منزلقة. هنسحب الطرف القصير لكن مش هنقفل الدايرة للآخر. هعمل سلسلة تثبيت، هسيب في حدود 15-20 سنتي كده لأن ده اللي هثبت اهو. هقفل الدايرة دي شوية لأنها هتركب كده. في الديل هنركبها كده، وفي الشعر كده. أنا عملت من الخطوات دي 3، 2 للشعر ناحيتين، واحدة للديل متطابقين. تمام. في واحدة للشعر في الأمام، دي هقولك هي عبارة عن إيه. نفس الخطوات لكن عدد السلاسل مختلفة. هعمل 5 7 5 5. هعمل دايرة سحرية، هعمل 5. الأولى هسيبها، التانية منزلقة، بعدين 3 حشو. التانية 7، هسيب أول سلسلة، التانية منزلقة، وبعدين 5 حشو، وبعدين 5 سلاسل. طبعا كل واحدة واحدة بينهم منزلقة كالعادة. 5 سلاسل، هنسيب الأولى ونشتغل على التانية منزلقة، يتفضل لنا 3 حشو. تمام. يبقى 5 7 5. دي الشعر اللي في الأمام، وهنسيب نعمل منزلقة، بعدين سلسلة تثبيت زي دي بالظبط، وهنسيب 15-20 سنتي لأن ده اللي هنركبها في الأمام. ده بالنسبة للشعر. بالنسبة للحواجب هعمله واحد بس باللون الأبيض طبعا، هو واحد قطعة واحدة بس. هنبتدي الأول 30 سلسلة، ادي سلاسل، هعمل 30 سلسلة. ال30 سلسلة هسيب أول سلسلة جنب الإبرة وهشتغل 29 حشو. نهاية قبل النهاية هناخد الطرف الخيط علشان نخفيه في وسط الشغل، هنشتغل الغرز عليه. هنسحب ده وهنقص زيادة. السطر التاني والأخير هنعمل سلسلة ارتفاع 3 حشو، 3 نص عمود، 3 عمود، 3 نص عمود، 5 حشو، 3 نص عمود، 3 عمود، 3 نص عمود، 3 حشو. تمام. تاني، 3 حشو، 3 نص عمود، 3 عمود، 3 نص عمود، 5 حشو، 3 نص عمود، 3 عمود، 3 نص عمود، 3 حشو. هنعمل سلسلة ارتفاع، هنلف الشغل، هنشتغل 3 حشو. 3 نص عمود، 1 1 2 3 3 عمود، 1 2 3 3 نص عمود، 1 2 3.
5 حشو، 5 حشو ده هيكون بين الاتنين عين، ادي 1 2 3 4 5 3 نص عمود، 1 2 3 3 عمود، 1 2 3 3 نص عمود، 1 2 3 3 حشو، 1 2 التالتة هتلاقيها مختفية كده، 3 ده الشكل هيتكون. هنعمل سلسلة تثبيت، هسيب خيط كده 25 سنتي كده، هنثبته في الراس كده. الحواجب الجزء ده هيكون بين العيون. بالنسبة للمنقار أنا طبعا هعمله باللون البرتقالي الأورنج، نفس لون الأقدام، لكن أنا حبيت هنا بس بجربه وبجرب حجمه علشان يعني التصميم يطلع مظبوط، فأنا هعمله معاكي. طبعا هو لسه في جزء تاني، الجزء التاني هنعمل أول جزء صغير اللي هو الجزء الأسفل، وبعدين هنعمل الجزء الأعلى. هنعمل 11 سلسلة، هنعمل 11 سلسلة. هنسيب أول سلسلة وهنشتغل 10 من الناحية دي حشو و10 من الناحية دي حشو. هنسيب أول سلسلة، اتفضل معانا 10 10 حشو، خلصت 10 من الناحية دي، هشتغل 10 من الناحية التانية. هاخد الطرف ده معايا، ده الشكل اللي اتكوني. تمام. هشتغل كام سطر بعد كده؟ هشتغل 5 أسطر، هشتغل 5 أسطر، 1 2 3 4 5 5 أسطر، كل سطر 10 حشو. هبتدي الأول بسلسلة وهلف الشغل وهشتغل 10 حشو. شفتوا أنا عملت إزاي؟ تاني، أنا واقفة كده، هعمل سلسلة، هلف الشغل، هشتغل 10 حشو. ادي السطر الأول، سلسلة، هلف الشغل، 10 حشو.
هنعمل ايه بعد كده؟ خلصت ال5 أسطر، هنقص الزيادة دي. أنا واقفة هنا، دول 5 أسطر وكان في سطرين في الأول، يبقى 7. هشتغل 7 حشو، بعدين 10 حشو اللي هما في الأسفل، بعدين 7 حشو تاني. 7 حشو، 10، 7. الأول هطلع بسلسلة ارتفاع، هشتغل في الجنب 7، كل غرزة ادي 1، كل سطر فيه غرزة، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هشتغل ال10 اللي هنا، ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10. هشتغل 7 في الجنب، أول واحدة في المكان اللي أنا شغالة فيه ال10. ادي 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7. هعمل سلسلة، هقص الشغل، هقص الخيط بعد سنتي، سنتي ونص. ده الجزء السفلي، هشتغل معاكم الجزء ده بنفس اللون البرتقالي. هنبدأ برضو بنفس البداية اللي احنا بديناها هنا، 11 سلسلة عشان يكونوا الاتنين متطابقين. هنسيب أول سلسلة جنب الإبرة وهنشتغل في اللي بعدها تزايد 8 حشو، 4 في غرزة، 8 حشو تزايد. تاني السطر الأول تزايد 8 حشو، 4 في غرزة، 8 حشو تزايد، وهننهي كل سطر بمنزلقة. طبعا السطر الأول ده هينتهي 24 غرزة. هسيب أول سلسلة أشتغل في اللي بعدها تزايد، بعدين 8 حشو، أربعة في نفس الغرزة، الشغل بيلف معايا، هشتغل 8 حشو واخد الطرف القصير ده معايا. آخر غرزة هشتغل فيها تزايد، السلسلة ارتفاع هعمل فيها منزلقة. ده السطر الأول. السطر التاني هعمل تزايد 10 حشو، 2 تزايد، 10 حشو تزايد، تاني تزايد 10 حشو، 2 تزايد، 10 حشو تزايد. هينتهي السطر التاني 28 غرزة. ما ننساش في الأول سلسلة ارتفاع، أول غرزة أنا واقفة فيها هعمل فيها تزايد، 10 حشو،
2 تزايد. عشر حشو. آخر غرزة فيها تزايد، بعدين منزلقة. السطر التالت، الرابع، الخامس، السادس، السابع، الثامن، يعني 6 أسطر، كل سطر 28 غرزة. نبتدي بسلسلة وننتهي منزلقة من التالت للثامن، أسطر ثبات 6 أسطر. نبتدي بسلسلة وننتهي بمنزلقة، كل سطر 28 غرزة. نخلص 6 أسطر ونرجع. وصلت للمرحلة دي اهو 8 صفوف. لو تفتكروا ان دول 28 غرزة، يعني نصهم 14، هيكون 14 في الامام و14 في الخلف، لان هنرجع للرقم ده تاني. وصلت للمرحلة دي هعمل ايه؟ هعمل 15 سلسلة وعليهم 14 حشو. الجنب هنا هطلع 15 سلسلة. هسيب اخر سلسلة جنب الابرة وهشتغل على الباقي 14 حشو. خلصت كده هعمل ايه؟ هشتغل 14 حشو في الامام. احنا قلنا 28 نصهم 14، هشتغل 14 حشو. تمام، هشتغل 15 سلسلة عليهم 14 حشو. جنب التاني 15 سلسلة. هسيب اول سلسلة جنب الابرة وهشتغل على الباقيين 14 حشو. وصلنا للمرحلة دي هلف الناحية التانية وهشتغل 14 حشو. وصلت للجزء ده هشتغل 14 حشو على السلاسل الناحية دي، 14 حشو. تلاقي ال14 مختفية كده شوية. تمام كده. هنعمل ايه بعد كده؟ شايفين اهو، هنجيب المنقار ده ونشوف بقى انه جزء هنخليه كده اهو. شايفين المنقار؟ انا واقفة هنا عادي، وادي المنقار دي عدلته، ده هيكون الجزء اللي ظاهر عادي، الاتنين زي بعض. هشتغل داير داير لغاية ما اوصل للجزء ده. اعتقد كانوا 7 و10 و7، صح؟ المهم هنشتغل حشو داير داير لغاية ما اوصل للجزء ده. اول غرزة هشتغلها هاخد الطرف ده معايا في وسط الشغل علشان يختفي. هنشد ايدينا علشان ما يكونش هنا في فراغ.
تمام كده. شايفين اهو هعمل ايه؟ هوصل الجزء ده كده، هي المفروض هيكون عامل الشكل ده كده اهو. انا وصلت المرحلة دي، هشتغل 14 حشو على الجزء ده. شايفين اهو. هشتغل 14 حشو على الجزء ده، لكن الاولى هتلاقوها مختفية كده اهي. هنشد ايدينا علشان ما يكونش هنا في فراغ. كده اهو، ده الشكل اللي اتكون لي. هنعمل ايه بعد كده؟ هنشتغل 14 حشو، الاتنين مع بعض دول هنقفلهم مع بعض 14 حشو. هتلاقي اول غرزة مختفية كده اهو، ادي واحد. هنقفل الطرفين مع بعض. قفلنا 14 غرزة مع بعض، هتلاقي الأولى مختفية والأخيرة مختفية. وصلنا المرحلة دي هنسيب في حدود كده 60 سنتي، لأن ده اللي أنا هقفل بيها، وهركب الفم في الجسم. هنعمل ازاي؟ هنقفل ازاي؟ الأول هنعدي الخيط من الحلقة الأخيرة علشان ما تفكش. تمام كده. هنعمل ايه؟ قدامنا الجزء ده كده، هنقفل الجزء ده كده مع بعضه كده اهو. انا واقفة هنا، هاخد كل غرزة والغرزة اللي قدامها. بقفلهم كده في بعض عشان يعملوا شكل دائري او اسطواني كده. خلصت تقفيل زي ما انتوا شايفين، وصلت للاعلى اهو. شايفين هنا انحناء الفم؟ خليه على الجزء ده كده، الاتنين على بعض. هنقفلهم، هنوصل هنا بس. شايفين كده؟ عملت تانية علشان يبان كسرة كده. شايفين؟ هثبت بس الخيط عشان نكمل تقفيل. تمام كده. الجزء اللي في الاعلى ده هيكون هو الملاصق للجزء ده، المنقار هنا والمنقار هنا. هنقفل الجزء اللي في الاعلى مع الجزء ده، هنحاول نوسطهم كده. هي اللي في الاسفل صغير شوية، وهنحاول نوسطهم عشان يتقفلوا مع بعض. هناخد غرز مع بعض، كل غرزة مع الغرزة المقابلة ليها.
وصلت للنهاية، هثبت برضو الجزء ده، برضو هعمله نفس ده كده، هقفلهم مع بعض، هقفلهم كده، اعمله اسطوانة واقفلهم مع بعض. وصلت للجزء ده النهاية، هوصله بالجزء ده وهثبت الخيط كده. هحاول اثبته في الجزء ده عشان يكون ثابت زي ده. زي ما انا خليت الجزء ده كده ضامن كده، هعمل غرزة من هنا لهنا علشان يتلم شوية، يبقى قريب شوية اهو، شايفين بقى قريب شوية. هثبت الخيط وهسيبه، لان ده الجزء اللي احنا هنوصل بيه الفم، هنثبت الفم في الوجه، هيكون ده الشكل. هنعمل هنا لسان وردي، هنعمل هنا لسان وردي بأي قماش أو بالجوخ أو بخيط عادي خالص. أي قماش عندنا، ده قماش جوخ حاجة بسيطة يعني، أو حتى لو بورق حتى أو خيط، حاجة صغيرة كده. هو مش هيكون ظاهر خالص يعني، حاجة بسيطة، ممكن ما تحطوش أصلا. نقطة صمغ كده، أو ممكن لسان أحمر يكون أفضل، المتوفر عندك. يكون ده شكل الفم. كده نكون وصلنا لآخر الفيديو، يا رب تكونوا استمتعتوا، ولو عجبك اضغطي لايك اعرف ان هو عجبك، وقولي لي رأيك تحت في الكومنتات اعرف ايه رأيك فيه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.